بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار محاضر اللغة الألمانية. بخصوص يا جماعة اللغة الألمانية دي وقواعدها عاملة زي السلالم. يعني ايه عاملة زي السلالم؟ يعني كل سلمة مرتبطة بالسلمة اللي بعدها. يعني ما ينفعش افهم حروف الجر الا لما افهم حاجة اسمها الداتيف اللي انا شرحته قبل كده. عشان كده بنبه عليكم وبذكركم دايما مراجعة الحلقات اللي فاتت، وهي موجودة على صفحة مدرس ألماني يا جماعة، اللي هي الأساسيات بتاعت قواعد اللغة الألمانية. عشان الألماني معروف عنه إن هو سلاسل. يعني إيه سلاسل؟ يعني كل حلقة مرتبطة باللي بعدها، متماسكين ببعض. لو حلقة وقعت مش هنفهم اللي بعدها، زي الإنجليش بالظبط. طب النهارده هشرح لكم حرف جر مهم جدا جدا، ما ينفعش الألماني من غيره. من الآخر الحرف ده ليه استخدامات كتيرة جدا، يعني عايز تركيز. حرف الجر ده اسمه فون، دي بريبوزيسيون فون. فون ده أحد حروف الجر اللي بتعمل داتيف، واحنا شرحنا قبل كده يعني ايه داتيف. طيب طالما شرحنا حرف الجر وحالته الإعرابية المرات اللي فاتت، طيب ايه المطلوب مننا؟ نعرف معنى الحرف واستخداماته. طب معنى الحرف الجر فون ايه؟ اول معنى واول استخدام ليه للاشخاص. طيب المثال اللي جاي ده بيقول لي ايه؟ ich komme von علي، انا جاي من عند علي. اول استخدام لفون من عند شخص. نفس الحكايه المثال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ich komme von meinem Freund، انا جاي من عند صديقي. يبقى فون اول استخدام ليه مع الاشخاص، بمعنى من. ich komme von اشرف، ich komme von عدنان، ich komme von meinem Onkel، ich komme von سهى، ich komme von علي، وهكذا. طيب ده أول استخدام. الاستخدام الثاني إيه؟ حدود مكانية. يعني إيه حدود مكانية؟ عايز أقول من الإيه؟ من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من الجنوب للشمال، من الغرب للشرق. دي اسمها حدود ايه؟ مكانية. بستخدم فيها فن وايه؟ وناخ، الحرف الجر ده. طيب نشوف المثال ده. دير تسوق كومت، جاي القطار، جاي فن من غشتس اليمين، und وي فيرت وهيروح او هيمشي او سيذهب، ناخ جهت او الى لينكس اليسار. هنا فن وناخ بيشكلوا معنى صيغة اسمها حدود مكانية، او من الى. من فن اليمين غشتس und fährt nach links، von rechts nach links، von rechts nach links. يبقى تاني استخدام لفن معناها من للحدود المكانية. طيب تالت استخدام لفن الإضافة إلى اسم علم أو للملكية. عايز أقول الكمبيوتر ده بتاع منى، كمبيوتر فن منى. العربية دي بتاعت مصطفى، das Auto von مصطفى. القلم ده بتاع مروة، der Kuli von مروة. يبقى تالت استخدام لفن للملكية او الاضافة الى اسم ايه؟ علم. بي ام دبليو فون علي، البي ام دبليو دي عربية بي ام دي بتاعت علي. كرانكن هاوس فون خيري، مستشفى خيري. das Buch von منال. كل دي امثله طبعا ايه؟ لفن واستخدامها اللي هو للملكيه. das Buch von
منال، كتاب منال. مسبوق في محمد، كتاب ايه؟ محمد. طيب رابع حاجة الحدود الزمنية. خدنا الحدود المكانية وقلنا وشرحناها. طيب دي بقى حدود زمنية اللي هي ايه بقى؟ نجيب مثال وبالمثال يتضح المقال. Der Film dauert von 7 bis 9 Uhr. الفيلم هيستمر من 7 وحتى 9. لاحظنا هنا ايه؟ لاحظنا استخدام فون وبس. فون وبس بيشكلوا عندي معنى من إلى، حدود زمنية. استخدمنا هنا فون مع بس، حدود زمنية. وفعل ده دور معناه ايه؟ يستغرق او ايه؟ او يستمر، وده فعل ايه؟ عادي. تمام، فهمنا؟ طيب ندخل بقى على الاستخدام المهم واللي يعتبر اهم استخدام. طيب mein Sohn kommt von dem Kino. ابني، زون يعني ابن، ابني kommt جاء او يأتي von dem Kino. كينو يعني السينما وأداتها das. وخد المعلومة دي في السكة، كل كلمة آخرها حرف الأو تأخذ الارتيكل das. يا ريت كل واحد معاه ورقة وقلم يكتب المعلومة دي. كل كلمة آخرها حرف الأو تأخذ das. نرجع للمثال. mein Sohn kommt von dem Kino. وفون ديم تختصر إلى إيه؟ إلى فم. يعني اللي يشوف فم هيعرف إن أصلها إيه؟ فون ديم. طب كينو أداتها إيه؟ أداتها das. طب ليه ما قلناش das؟ لا ما أقدرش أقول das لأن إحنا خدنا المرة اللي فاتت فون حروف جر بتعمل ضطيف. يعني إيه بتعمل ضطيف؟ يعني كينو أشوف أداتها إيه وتتحول إلى الأداة في الضطيف. طب das بتتحول إلى إيه؟ إلى ديم يا خالد يا نجار. ونختصر فون ديم إلى إيه؟ فم. سهلة خالص. قواعد ألمانيا تبقى زي الإيه؟ زي المية معاكم إن شاء الله، بس تركزوا معايا. المثال اللي جاي ده بقى أو استخدام الأخير لفون يتحفظ صم. بيقول إيه بقى؟ Ich komme von zu Hause. أنا جاي من عند البيت. يبقى لما انا اجي من عند البيت اقول ايه؟ فون سو، من عند البيت. ما اقولش فون، لا اقول ايه؟ فون سو. ده صيغه تحفظ. انا جاي من عند الايه؟ البيت. ودايما اسال على فون باداه الاستفهام woher. woher قول ورايا woher. woher معناها ايه؟ woher من اين. نحطها في مثال. woher kommst du. woher kommst du. woher kommst du. من أين أنت. woher kommst du. من أين أنت. السؤال ده بجاوب عليه بإيه؟ إما بأوس أو فن. الله أنت هتلخبطنا ليه؟ لا مش هلخبطك ولا حاجة، نعرف إمتى أوس وإمتى فن. لو قلت إيش كومي أوس يبقى معنى المثال ده حاجة واحدة ملوش تاني. إيه هو؟ إن أنا مولود في سوريا. ان انا مولود في سوريا، شيء يشرفنا كلنا طبعا. ich komme aus Syrien. ich komme aus Syrien. ich komme aus Syrien. انا قادم من سوريا. خلاص، يبقى aus اللي احنا خدناها قبل كده معناها ايه؟ من مسقط، من موطن، معناها مولود في المكان ده. طب المثال ده لو انا عبرته بفن يبقى معناه ايه؟ ich تعال نشوف كده. ich komme von Berlin يعني انا عائد بقى من برلين، مش معناها انا بقى اتولدت في برلين. نطلع كده للمثال اللي فوق ده عشان نأكد معناها. طيب ابني جاي من السينما. لو انا شلت فون وحطيت اوس، عارف المثال يبقى معناه ايه؟ معناه ان ابني اتولد في السينما. طبعا الكلام ده مستحيل، طبعا مفيش حد بيتولد في السينما. علشان كده بنقول ايه؟ mein Sohn kommt von ايه؟ dem Kino. وفون هنا تستخدم للفترات القصيرة أو تستخدم للأماكن التي قضى فيها المرء فترة قصيرة. von dem Kino, von dem Kino, von der Schule, von dem Club. von dem Kino من السينما، von der Schule من المدرسة، von dem Club النادي قعدت فيه فترة قصيرة، المدرسة قعدت فيها فترة قصيرة. وانا ضد طبعا اللي يقول لك ايه لا ده اوس الاماكن المغلقة يبقى فن الاماكن المفتوحة مفيش حد يسمع الكلام ده خالص. فن استخدامها
مع الأماكن أو جزء من استخدامها مع الأماكن للأماكن التي قضى فيها المرء فترة قصيرة. يبقى هنا ich komme von Berlin، أنا عائد من برلين. طب هنا ich komme aus Syrien، أنا موطني، أنا اتولدت في إيه؟ في سوريا. كده حرف الجر بروبوزيسيون بتعمل داتيف. التاني حرف اللي هو فون. يا رب تكونوا فهمتوا، ونتقابل على خير ان شاء الله المرة الجاية. معاكم خالد النجار.